مشكلة دفاعية والكل ملاحظها، ومين الأفضل في ناحية الباك الشمال بالنسبة لماتش أهلي وزمالك؟ يعني أنا شايف إن لو جيت مثلًا شُفت من أول موسم كده هتلاقي ما فيش استقرار كتير في خط الدفاع يعني. يعني هتلاقي مثلًا بدأنا بشكري وبعد كده كوكا وبعد كده العِش إمم. وبعد كده برضه ياسين إمم. برضه وفي كأس العالم المساكين للأندية شغّلت يحيى عطية يحيى الله. عطية الله مثلًا وبعد كده برضه إمم. المساكين إمم. لعب ياسر وداري وبعد كده ياسر وياسين وبعد كده بيكهام إمم. وناحية اليمين ع هاني بدأ وبعد كده عمر، فأعتقد كل الحاجات دي طبعًا ما بتدّيش استقرار يعني فني يعني، مع اختلاف بقى طبعًا الفكر نفسه في المدربين يعني. الفكر بتاع الراجل ريبيرو أول ما بدأنا الموسم كان عاوز ناس بمواصفات معيّنة، ناس تقدر تبدأ الهجمة بشكل كويس، كورتها سليمة، وبعد كده ما حصلش توفيق، وبعد كده جه الكابتن عماد بفكره طبعًا تاني عاوز يعمل اتزان بشكل أكتر ويكون في انسجام باللعيبة أكتر يعني، فأعتقد الحاجات دي ما بتدّيش طبعًا لازم تاخد وقت. استقرار يعني أو بتاخد وقت يعني، لكن إن شاء الله أتمنى إن شاء الله إن الفترة دي إن شاء الله وخصوصًا بداية الماتش إن شاء الله يكون الكابتن عماد ربنا يكرمه ويختار الاختيار الأنسب، هو طبعًا أكتر واحد عارف يعني بلعيبته دلوقتي يعني، قُل لي لكن أنا أفضّل يعني لو أنت شايف دلوقتي تقول لي تشكيلة الأهلي، تشكيلة الأهلي إيه؟ بناءً على إن إحنا شايفين من برّه، إحنا مش جوّه المطبخ، إحنا كلنا برّه. يعني الشناوي طبعًا ما فيش خلاف الشناوي مش مصطفى. لا الشناوي، الشناوي. الشناوي آه. محمد هاني ماشي. ياسر ماشي. ياسين أها. أعتقد يعني هو بقى يعني أنا أتكلم بفكر عماد والّا فكري؟ لأ، يعني فكر عماد أكيد. يعني طبعًا بين كوكا ومصطفى العشري. ماشي، أنت بقى؟ ما هم الاتنين واحد من ما الاتنين فيش برضه. هيبقى ما فيش واحد من غيرهم. الاتنين ما فيش غيرهم يعني ما فيش غيرهم. ماشي. ممكن مروان. ماشي. الاختلاف بقى هيبقى على كده يعني، آه. هل أنت هتلعب ب2-6 أو 1-6 و2-8؟ أنت تحب إيه؟ أنا كنادي آه. أحب 1-6 تلعب بس و2 1-6 8. و2-8 طب الستة هيبقى مروان عطية، 2 مروان 8 يبقى مين؟ حسب المتاحين بقى آه. مثلًا بن رمضان. برمضان طبعًا. آه. التاني ده هيبقى صعب، بس بالنسبة لي ممكن يبقى تريزيجيه يبقى أفضل يعني. بالضبط. تريزيجيه تخلي آه. بن شرقي. بن شرقي ناحية الشمال آه. وحسين ناحية اليمين، آه. لأن أعتقد زيزو لسه مش جاهز يعني، ماشي. والماتش زي ده أنا أروح لمحمد شريف أكتر يعني. تروح لمحمد شريف، ليه؟ ليه؟ أولًا طبعًا هو موفّق طبعًا في ماتشات الأهلي أنت عارف والزمالك، إنك ودي هتقول. حاجة نفسية مهمة جدًا إمم. يعني. أوقات كتيرة جدًا التفاصيل الصغيرة دي ممكن الناس تشوفها بشكل مختلف لا، وممكن كان في لعيبة موفقة، والأهلي مثلًا كان مؤمن زكريا من اللعيبة الموفقة في ماتشات مثلًا يعني، الزمالك، فده فمع برضه إن الفرق مش كبير أوي بينهم الاتنين، جراديشار عمل الماتش اللي فات بشكل كويس ومميز، لكن برضه إمم. أعتقد لو حاجة نفسية ممكن يبقى شريف يعني أقرب.